صباح الخير على كل اخواتي الاهلاويه. الماتش بتاع بكره ما بين الاهلي والاتحاد. انا عمال بقلب في الفيديوهات. الرجاله اللي في السعوديه مشجعي نادي الاتحاد بيصدر منهم كلام دلوقتي، يعني هم فرحانين ان هم فازوا على اوكلاند سيتي، وده حقهم. بس الاهلي نادي عظيم، ما يستاهلش منهم كل الكلام اللي هم بيقولوه ده. الملعب اللي هيحكم ما بيننا وما بينكم في الاول وفي الاخر. وحته بقى الطعميه ولا الكبسه، مش عايز اخش في حوارات تانية بعيد عن سياق الماتش. احنا اذا كنا بناكل طعميه وهم بياكلوا كبسه، فده ربنا اللي مقدره ان هم ناس عيشتهم مرتاحه، وقاموا الصبح لهم معلقه دف في بقهم، واحنا ناس شقيانه وطلعان عنا وبناكل طعميه. دي قصه تانية. بس الدكر دكر في الملعب، والدكر دكر كوره. ورونا هتعملوا ايه في الملعب. لكن هتقعد تقول لي الطعميه والكبسه والكلام اللي ملوش لازمه ده، احنا ناس هنا في مصر بناكلها بعرق الجبين. ما قمناش ما بين يوم وليله لقينا في بقنا معلقه دهب ودنيتنا مرتاحه. فاختشى على دمك انت وهو، دي ارزاق ومقسمها ربنا سبحانه وتعالى. مقسم ان انت تبقى تنبل والفلوس عندك زي الرز، وما انتش عارف بتوديها فين، وكل همك على بطنك وهمك على الحاجه لا مؤاخذه اللي بتنشخ. فاهمني؟ ده فرق بيني وبينك، ان انا اقوم الصبح اجري على اكل عيشي واجيب اللقمه، او اجيب قرصين الطعميه اللي انت بتتريق عليهم من بق السبع عشان اعرف اعيش انا وولادي. والفرق ما بينك اللي قمت الصبح لقيتها ايه؟ الفلوس مرتاحة واهلك سايبين لك والدنيا مرتاحة عندك. صباح الخير عليكم. انتوا زي ما اتقال فيكم بلد طيبة، يعني ارض طيبة وارض مبارك، كفاية ان فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انتوا شعب ما يتعشرش، ومش لكل الناس، عشان في عندكم ناس تتشال فوق الدماغ، وفي ناس تداس بالرجل. مساء الخير عليكم جميعا.